ترى الناس ما يفرقون بين الحسد والعين. يعني العين شيء والحسد شيء آخر. الحسد يجي من خسة النفس، يعني فد واحد ما يقدر يوصل إلى المستوى اللي وصل إلى هذا اللي يحسده، فيقعد يتمنى زوال نعمته. مثل ما كانت قريش لما شافوا النبي صلى الله عليه وآله نبغ النبوغ، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي والله اجتباه وأرسله برسالته، وشافوا مكانته قعدوا حسدوه، ما يقدرون يسووا له شيء، قعدوا يتمنون موته وزوال نعمته. هو هذا الحسد. نبه الحسد أن يقعد الحاسد يتمنى زوال نعمة المحسود، هو هذا. العين لا، العين تأثير لشخص على شخص يسبب ضرر في جسمه، في ماله، في عائلته، ذاك شيء آخر. ذاك العين غير الحسد. إلها تأثير يوم إلها تأثير، الآن مو محله. شنو تعليلها العلمي؟ اكو تعليل علمي. وإذا ترجع للتجارب تلقى بالتجارب موجودة العين، لكنه يا ترى العلم يقرها هذا المعنى أو ما يقر؟ كثير من الأشياء لما تجيبها للعلم، العلم يقول لك ما عندي لها مقياس، لكنه التجربة تطبيق التجارب نشوفها بالتجارب صايرة. مسألة العين نلاحظ أن معروف فلان عنده عين، فلان يعاين النخلة ما ادري يسوي بيها، فلان عاين الحيوان ما ادري يسوي بيه. نعم هذا موجود، لكن يا ترى شنو سره؟ شنو سببه؟ هل هو من العين أو من غير العين؟ فقصدي أريد أبين أن العين ما له علاقة بالحسد. الحسد لا، أن يتمنى الإنسان مرة أنا أتمنى يا ربي مثل ما رفعت فلان ارفعني، هذا ما بي بأس، هذا غبطة. المؤمن يغبط ولا يحسد، كل بأس ما بي. مرة لا، أنا أتمنى أن الله يوخر نعمة هذا، وخر اسلب نعمته حتى يصير مثلي، يعني ما أقدر أصعد إلى خليه ينزل إلى مستواي. هذا النزوع، هاي الخسة اللي أقول لك، الخسة. وبالواقع هذا الحسد يغمط الحقائق. الحسد الواقع هذا الحاسد يغمط الحقائق، يفتري، يكذب، ينزل بقيمة المحسود، يقوم مثلا ينسب إلى المحسود أشياء ليست عنده. وهذا اللون اندل فإنما يدل على ضعة النفس عند الحاسد. وبنفس الوقت المحسود ينبغي أن يكون أكبر من هذا، لا يتنبه لهذا، لأنه أأكد لك أن الحسد يخدم المحسود. كيف؟ يعني أنت ارجع إلى التاريخ وإلى الواقع العملي. الآن كثير من الناس خدمهم الحسد، لأن هذا الحاسد ينوه بذكره، يلفت النظر إليه. وأنا أتخطر أكو أسلوب من الأساليب الآن متبع، واحد إذا يريد شوية يبرز يطلي بعض الصحف أموال يخليها تشتمه. نعم، إذا شتمت لفتت النظر إلى، سلطت الأضواء، إذا سلطت الأضواء عليه طلعتها من دائرة الخمول إلى دائرة الضوء. هذا من النوع. وأأكد لك ماكو واحد خدم الحسد مثل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ايش قد حسدوا تتصور؟ وكانوا بكثرة الحسد وبكثرة الحقد اللي عندهم، كلما ألحوا عليه بالحسد كأنما ألحوا بأن يرفعوه إلى السماء. تتأمل، كلما ألحوا عليه